بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أيها السادة والسيدات متابعينا مشاهدينا عبر منصة الفيسبوك، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم. أما بعد، أردت من خلال هذا الفيديو الجديد التطرق لملخص مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الرواندي التي لعبت أمسية البارحة على أرضية ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، حيث شهدت المباراة فوز المنتخب الوطني بنتيجة 2-0، حيث سجل أهداف المباراة كل من محمد يوسف بالليلي وجوان حجام على التوالي. ولكن قبل الخوض في تفاصيل مجريات اللعب، يجب علينا أن نأخذكم في ملخص مجمل لمجريات اللعب، حيث شهدت المباراة سيطرة المنتخب الوطني الجزائري على أغلب مجريات اللعب. عندما نخوض في تفاصيل مجريات اللعب، نجد أن المنتخب الوطني قد وجد صعوبة في النصف ساعة الأولى، وذلك راجع للتنظيم المحكم لعناصر المنتخب الرواندي في الخطوط الثلاث، وذلك بسبب معرفة مدربه الجزائري عادل عمروش بأسرار وخبايا الكرة الجزائرية. ولكن حنكة وخبرة رفقاء رياض محرز مكنتهم من تحقيق الفوز. عندما نتحدث عن النقاط الإيجابية التي يجب أن نستخلصها من المباراة، يجب علينا أن نتكلم بداية عن خط حراسة المرمى الذي عرف دخول اسم جديد، ويتمثل الأمر في أسامة بن بوط حارس اتحادية الجزائر الذي أظهر قدرات كبيرة على قلة الفرص التي سددت على مرماه. فيما يجب علينا أيضا أن نتكلم ونهلل ونبرز ونشيد بالأداء الكبير الذي قدمه النجم الجديد لنادي باير ليفركوزن إبراهيم مازا، الذي أظهر قدرات كبيرة. فيما أيضا يجب علينا أن نتحدث عن العائد من الموت لاعب نادي ليل الفرنسي نبيل بن طالب، الذي كان له دور محوري في فوز المنتخب الوطني، حيث كان نقطة وحلقة وصل بين الهجوم والدفاع، حيث كان ينقل الكرة بين الدفاع والهجوم. فيما أيضا يجب علينا أن نتحدث